ومن باب الاحتياط الكلي نلتمس إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المتهم أنه تسلم الإيصال بحالته الراهنة من المجني عليه وبسبب المشروع. بداية وحتى لا نطيل على عدلكم الموقر والذي نشرف بالمثول أمامه، أولا إن الدنيا قد تضيق على المتهم بما رحبت ولا يسعه إلا رحبات صدر عدالة المحكمة الموقرة، لأننا نعلم جيدا أن المحكمة ليست فقط أحرص على استظهار حقيقة هذه الواقعة منا، بل أنها أحرص على براءة المتهم منا. ذلك التساؤل الذي يطرح نفسه على عدلكم الموقر: ما هي الصورة الحقيقية لهذه الواقعة؟ تلكم الصورة التي يتعلق عليها تقييم ما نسب للمتهم من قيد أو وصف، من إسناد أو تكييف. وعطفا على ذلك، كيف استحصل المتهم الماثل على الإيصال محل الجنحة الماثلة؟ هل استحصل عليه بسبب مشروع أم بسبب غير مشروع؟ هل استحصل عليه برضاء كامل من المجني عليه أم بسبب اضطراري أم خلسة عنه؟ هل هناك دليل واحد في الأوراق على أن المتهم الماثل هو الذي اقتطع الورقة محل الإيصال، أو هو الذي قام بملء بيانات صلب الإيصال؟ كل هذه التساؤلات معالي المستشار الجليل عدالة المحكمة الموقرة إن حسمت حسم أمر النزاع، إما براءة وإما إدانة. مبتدأ ومفتتح هذه الواقعة الماثلة، والذي نبدأه ببيان الصورة الحقيقية لهذه الواقعة، والتي تستبان من بيان العلاقة بين المتهم والمجني عليه، والذي أذن لفجر ميلادها في غضون عام 2017، حينما أراد المتهم الماثل أن يبتاع محلين له بمدينة قمصة وقطعة أرض، فأشار إليه شقيق المجني عليه المزعوم الماثل الذي هو في الحقيقة الجاني الوحيد في الأوراق، وسنؤكد ذلك وبالمستندات. أشار عليه أن له أخا يعمل سمسارا ولديه مكتبا للتسويق العقاري، فهم إليه المتهم بالفعل معالي المستشار الجليل وقام ببيع المحلين. هذه حفظة مستندات معاليك في 2017. أنا معلش أقدمها في 3 حوافظ مستند. هذه الحافظة معالي المستشار الجليل فيها العقود الدالة على ذلك، والتي حررت بمكتب المجني عليه المزعوم ذاته، وحررت جميعها بخط يده، بل كافة العقود التالية حررت بخط المجني عليه المزعوم، الذي سوف نثبت سوء نيته منذ الوهلة الأولى مع المتهم حسن النية، الذي وثق فيه ثقة عمياء تدل على سذاجته وطيبة قلب معالي المستشار الجليل. في غضون عام 2020 عرض المجني عليه المزعوم بعدما توضأ. مع المستشار ما طلعتوش يا ريس يعني. ماشي مع المستشار. في عام 2020 مع المستشار الجليل عرض المجني عليه على المتهم أن يقايضه بأن يبيع له المتهم شقة كائنة بمنطقة المركزية بدمياط الجديدة. الشقة دي معاليك مساحتها 135 متر وكانت في الدور الثاني. احنا بنقدم حفظة مستندات بتأكد بقى. مقابل ايه بقى معاليك؟ مقابل ان هو وعد ان هو هيديله شقة في عمارة الإيطاليين في أرض بيت الوطن بدمياط الجديدة، وفي عقد سيادتك أنا مقدم أصل عقد بالنسخة اللي كانت معايا في الشقة بتاعت المركزية اللي أنا بعتها له، وهو مقدم العقد صورة من العقد بخط يده بالكامل. لو عايز يطعن عليها بالتزوير يطعن معالي المستشار الجليل. الشقة دي اتفق مع المتهم معاليك إن هو يديها له بعد 3 سنوات، ولم يذكر ذلك بالعقد، رغم أنه ذكر في العقد الخاص بالشقة الذي اشتراها من المتهم ميعاد التسليم، مما يؤكد سذاجة المتهم وطيبة قلبه، وأنه وقع في فخ هذا المجني عليه المزعوم الذي هو في الحقيقة متهما. واتفق معاه معاليك ان هو يديله الشقه، بس وصله هيمضيله على وصل امانه ب 120,000 جنيه، يعني المجني عليه هيمضي للمتهم على ايصال امانه ب 120,000 جنيه، وبالفعل قام المجني عليه المزعوم باعطاء الايصال للمتهم. إذا التسليم الذي تم في هذه القضية معالي المستشار الجليل هو تسليم اختياري قد تم بإرادة حرة طليقة خالية من العيوب وبدون ثمة إكراه وقع من المتهم على المجني عليه، ولم يحدث خلسة كما قرر الأستاذ الزميل الحاضر. يبقى إذا معالي المستشار أين جريمة التزوير؟
وثبت ذلك من هذا التسليم اللي بيأكد التسليم الاختياري ده عليك ايه؟ صحة التوقيعات اللي موجودة على الإيصال محل الجنحة الماثلة، ومحكمة النقض قالت ايه؟ تسليم الورقة اختياريا ينفي وقوع التزوير ولو شابه نقص مادي ما لم يثبت أن المتهم هو الذي أحدثه. هذا يؤكد أن هناك أمر دبر بلي من المبني عليه المزعوم تجاه المتهم بقصد الإيقاع والإضرار به، مستغلا طيبته كما ذكرنا وثقته فيه بما يعكس سوء نية المبني عليه المزعوم، والتي نسردها في دفع خاص به وهو الدفع بسوء نية المدعي عليه. إذن التسليم الذي تم معالي المستشار الجليل هو تسليم اختياري، وكان بسبب المقبول اللي هي الحافظة معاليك رقم 2 الذي يؤكد سوء نية المدعي بالحق المدني، وأنه يريد الإضرار بالمتهم أو أراد الإضرار بالمتهم منذ الوهلة الأولى اللي هو في 2017 بداية هذه العلاقة التجارية يوما. أولا أن المبني عليه معاليك يعمل سمسارا في العقارات، وقد درس القانون وهو الآن في الفرقة الرابعة من كلية الحقوق، ما يؤكد علمه بأصول الصياغة القانونية وقدرته على اصطناع أدلة شكلية لإيقاع الضرر بالغير، وهو ما حدث مع المتهم الماثل. عايز أعلم عليه مش فاهم. أنا عايز أثبت حاجة بس فقط بس. المبني عليه المزعوم عليك قام بتحرير عدة إيصالات عشان نبين سوء النية بقى، احنا بنتكلم في سوء النية معاليك. المبني عليه من أول لحظة قام بتحرير عدة إقرارات مطبوعة على الطبيعة الموجودة بمكتبه كسداد جزء لمبلغ 120,000 جنيه معاليك، اللي هو كان فرق الشقة. اديت لك شقة في الدور الثالث في المركزية في سنة 14/5/2020 مقابل هتديني لسه شقة وما كتبتش معاد التسليم علشان انا مستغل طيبة وسذاجة المجني عليه في عمارة الإيطاليين اللي هو لسه يبنيها، والعقدين يا ريس محررين بخط يد المجني عليه بالكامل. خد بقى ايصال امانه. كان ايه اللي بيحصل معاه المستشار الجليل؟ كان بيتم السداد جزئيا من قبل المجني عليه للمتهم، يديله مره 25,000 جنيه، فمستغلا سذاجه المتهم يقوم معاليك بعد اذن معاليك لو عداله المحكمه تناظر الحافظه الثالثه بعد اذن عداله المحكمه الموقره معلش بعد اذن هنلاقي الاقرار. بص بس معاليك للاقرار، الاقرار ده اللي مضى المتهم ان هو استلم منه 25,000 جنيه، ده كان نظير السداد الجزئي لفرق قيمه الشقه اللي هو المدين به بمبلغ 120,000 جنيه. اشتكاني بقى بامر اداء واستحصل في غيبات المتهم الماثل على حكم ضده. اذا هذا يؤكد معالي المستشار الجليل انه ان كان هناك اصطناع في هذه الورقه محل الايصال فهو قد تم بمعرفه وتدبير شامل وتام من معاليك من المجني عليه المزعوم. الامر الثالث عليك اللي بيأكد سوء نية المتهم منذ الوهلة الاولى وانه يريد ان يكيد بالمتهم حسن النية. معاليك ايه معاليك؟ ان هو في عقد بيع الشقة اللي هو اشتراها في 2020 مكتوبين في نفس اليوم، ده يؤكد ان هناك عقد مقايضه. قال في العقد الاولاني حدد ميعاد التسليم بعد شهرين، حدد ميعاد التسليم معاليك بعد شهرين، والشقه بتاعت المتهم عشان راجل طيب وعلى نياته سابها له مفتوحه علشان يقدر يبعد عن الموضوع. ايه اللي حصل بعد كده بقى عشان نقول الايصال؟ لما مرت مده ال3 سنوات اللي احنا لو المحكمه ما خدتش بكلامها بتتمسك بطلب احاله الدعوه للتحقيق عشان نثبت ان سبب تسليم هذا الاختيار كان سببا مشروعا وانه سلم باراده حره من المجني عليه. طب خد يا ريس بعد اذن عليكم متقدم المذكرات. ماشي يا ريس. شكرا يا ريس. الأربعة. نلتمس توقيع أقصى العقوبة حقا للمجني عليه وحقا للمتهم وأمانة لعمله. والحاضر عن المتهم التمس من عدالة المحكمة الموقرة قضاء وبحق بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم وفقا لما ورد بالدفوع الآتية. أولا ندفع بعدم انطباق قيد ووصف النيابة العامة على الواقعة